اللي في الصورة قدامنا ده هو عم نبيل، راجل مسن كان عايش في محافظة القليوبية. نبيل ده ما كانش مجرد جار عادي في المنطقة، لكن كان فيه علامات كتير بتخلي الناس تقلق منه أو حتى تتجنب التعامل معاه إلا في الضرورة. ما كانش محبوب وسط جيرانه، وكان دايما فيه غموض بيحيط بحياته الشخصية وأسلوب كسبه لفلوسه. الراجل ده كان بيعتمد في معيشته على نشاط معين، خلى دايرة معارفه كبيرة جدا، بس كلها قايمة على المصلحة والمشاكل. وعشان تعرف أصل الحكاية خليني أحكي لك القصة من الأول. قبل ما نبدأ قصتنا النهاردة، حابب أفكرك إن عرض حلقات برنامج القصة من الأول بيكون كل يوم حد وخميس الساعة 10 بالليل. يلا بينا نبدأ قصتنا. الحكاية بدأت في سنة 2015 في واحدة من المناطق السكنية التابعة لمحافظة القليوبية. الأهالي في المنطقة دي لاحظوا إن عم نبيل مختفي ومش باين بقالي يومين كاملين، وده ما كانش الطبيعي بتاعه أبدا. نبيل برغم كبر سنه كان حريص إن هو ينزل كل يوم من بيته في ميعاد محدد، وكان دايما بيمشي وشايل في إيده شنطة سودة ما بيسيبهاش أبدا من إيده. والشنطة دي كان فيها كل الأوراق اللي تخص شغله وعلاقاته المادية مع الناس. مفيش حد في المنطقة ما كانش يعرف عم نبيل، وتحديدا فئة التجار اللي كانوا بيتعاملوا معاه باستمرار. حتى الناس اللي ساكنة في قرى تانية بعيد شوية عنه بيجوا مخصوص عشان يقابلوه ويخلصوا مصالحهم معاه. اختفاء نبيل لمدة يومين كان شيء يخلي الناس تقلق، لكن الغريب ان مفيش حد من الجيران فكر يروح يسأل عليه او حتى يطمئن عليه في بيته. ده برغم انه ساكن في المنطقة دي من سنين طويلة وعنده علاقات قديمة بالناس اللي حواليه. والسبب في كده ان عم نبيل ما كانش شخص محبوب، والناس كانت بتخاف منه او بتكره اسلوبه في التعامل. لحد ما جه يوم وقرر واحد من الاهالي ان يطلع لعم نبيل الشقة عشان كان عليه فلوس وعايز يسددها وياخد وصل الامانة بتاعه. الجار ده طلع الدور اللي ساكن فيه نبيل وبدأ يخبط على الباب، لكن ما كانش فيه اي رد فعل من جوه الشقة. الجار فضل واقف قدام الباب فترة طويلة يخبط، ولما قرب شوية عشان يحاول يسمع اي صوت جوه الشقة شم ريحة وحشة جدا خارجة من تحت عقب الباب. وفي اللحظة دي القلق بدأ يسيطر عليه، وفكر ان الراجل الكبير اللي عايش لوحده ده ممكن يكون مات موتة طبيعية ومحدش حس بيه. الجار نزل بسرعة وبلغ عدد من سكان العمارة والجيران اللي هم موجودين في الشارع. الجيران على طول طلعوا معاه وقفوا قدام الشقة، وفعلا اتأكدوا ان الريحة اللي خارجة ريحة جثة متحللة. فقرروا على طول وقتها ان هم يكلموا الشرطة ويبلغوا عن غياب نبيل وعن الريحة اللي طالعة من شقته. وصلت قوة من رجال الأمن لمكان البلاغ في القليوبية، نزلوا من العربيات وبدأوا يطلعوا السلم لحد ما وصلوا قدام شقة عم نبيل. رجال الأمن شموا الريحة واتأكدوا إنه في حاجة مش مظبوطة جوه الشقة ديت، وعلى طول أمروا بفتح الباب ودخلوا عشان يشوفوا إيه اللي بيحصل. الصدمة كانت كبيرة، لقوا عم نبيل واقع على أرض الصالة وغرقان في دمه. المنظر كان بيؤكد إن دي مش موتة طبيعية، دي جريمة قتل واضحة. رجال المباحث بدأوا يطوقوا المكان بقى وطلبوا حضور خبراء المعمل الجنائي عشان يشوفوا مسرح الجريمة. أول حاجة عملها خبراء المعمل الجنائي هي فحص باب الشقة من بره ومن جوه. أما فحصوا الباب اكتشفوا إن الباب سليم تماما ومفيش فيه أي علامات كسر أو محاولة دخول بالعافية. المعلومة دي كانت بتشير لأن اللي دخل الشقة ده هو شخص نبيل يعرفه كويس وفتح له الباب بنفسه. ولما دخل الصالون لقوا كوبايتين شاي موجودين على الترابيزة، واحدة من الكوبايتين كانت خلصانة والتانية كان باقي فيها نصها. وده أكد لرجال الأمن
إن القاتل كان قاعد مع نبيل وكانوا بيشربوا شاي مع بعض قبل ما تحصل الجريمة. جنب كوبايات الشاي كان في مجموعة كبيرة من الأوراق ووصولات الأمانة المرمية على الترابيزة. الأوراق دي كانت بتخص المعاملات المالية بتاعت نبيل، وفيها أسماء الناس اللي سددت والناس اللي لسه عليها ديون. نبيل كان راجل منظم جدا في حساباته، وكان عنده دفتر كبير بيسجل فيه كل مليم بيخرج وكل مليم بيدخل. رجال الأمن كملوا فحص الشقة ولقوا كمية تانية من وصولات الأمانة متخزنة في درج الصالة. خبراء البصمات رفعوا البصمات وكل الآثار الموجودة على الكوبايات والأوراق والعفش كله. حتى الشقة كانت في حالة كركبة وفوضى كبيرة، وتحديدا الصالون وأوضة النوم. وكان واضح إن اللي ارتكب الجريمة دي قعد يدور في كل حتة على حاجة معينة. الاحتمال الأكبر وقتها إن القاتل كان بيدور على فلوس، أو كان بيدور على وصولات أمانة تخصه عشان يخلص من الدين اللي عليه. رجال المباحث بدأوا يطبقوا الأسماء اللي موجودة في الدفتر مع وصولات الأمانة اللي لقوها في الشقة، وكانوا عايزين يعرفوا هل في وصل أمانة معين ناقص لاسم معين من اللي في الدفتر، لأن الشخص ده هيكون هو مشتبه فيه الأول. الطب الشرعي فحص الجثة بتاعت نبيل وأكد إن الوفاة حصلت من حوالي يومين. الجثة كان فيها آثار لمقاومة عنيفة، وده واضح أوي من الجروح اللي موجودة في إيد نبيل وجسمه. نبيل اتعرض ل7 طعنات في أماكن متفرقة من جسمه باستخدام آلة حادة، والقاتل ما سابش أداة الجريمة في مكانها وخدها معاه ومشي بيها. رجال الأمن خدوا عينات من بقع الدم المنتشرة في الصالة وفي الطرقة، واكتشفوا إن في فصيلة دم تانية مختلفة عن فصيلة دم نبيل، وده أكد إن القاتل اتصاب أما كان بيرتكب الجريمة بتاعته، وأكيد حصلت مقاومة نتج عنها الإصابة. ومن هنا بقى بدأت عمليات البحث والتحري في المنطقة. الجيران حكوا لرجال الأمن عن طبيعة شغل نبيل. نبيل كان شغال في الربا من سنين طويلة، حتى من قبل ما يطلع على المعاش. كان بيسلف الناس فلوس بفوائد عالية جدا، يعني مثلا تطلب منه 5000 يقولك رجعوهم لي 7500. نبيل ما كانش بيرحم حد، أي حد يتأخر في السداد كان بينتقم منه، وكان دايما بيهدد الناس بإيصالات الأمانة وبالمحاكم. وكان بينزل بنفسه يلف على المحلات والبيوت عشان يجمع الفلوس بتاعته اللي مسلفها للناس، واللي كان بيتهرب منه يا ويله يا سواد ليله كان بيروح له لغاية باب بيته وبياخد حقه بطرقه الخاصة. المعلومات دي خلت مهمة الشرطة صعبة جدا، لأن عدد المشتبه فيهم بقى بالمئات. ما هو الراجل ليه زباين كتير، وكل واحد من الناس دي مديون لنبيل وعاجز عن السداد، يعتبر مشروع قاتل في القضية دي. نبيل كان عايش لوحده بعد ما مراته توفت من سنين. ولاده الاتنين اتجوزوا وسابوا المنطقة وراحوا عاشوا في حتة تانية. حياته كلها كانت محصورة في جمع الفلوس والفوائد. نبيل وصل لمرحلة من الخبرة تخليه يعرف مين اللي يقدر يسدد ومين اللي مش هيسدد، وكان دايما بيطلب ضامن يمضي هو كمان على وصولات الأمانة عشان يضمن حقه بالكامل. أما الشرطة عملت مطابقة للدفتر مع الوصولات. الشرطة هنا اكتشفت مفاجأة، كل وصولات الأمانة كانت موجودة بالكامل ومفيش ولا وصل واحد ناقص. ده معناه إن اللي قتل ما خدش وصولات، وإن الهدف من الكركبة اللي في الشقة دي كان السرقة لفلوس كاش. بس بما إن نبيل عايش لوحده ما كانش حد عارف هو معاه فلوس قد إيه في البيت، وهل فعلا اتسرق منه حاجة ولا لأ. التحقيقات شملت كل الناس اللي أسمائهم موجودة في الدفتر، لكن أغلبهم كان عنده حجج غياب قوية جدا يوم الجريمة، وما كانش فيه دليل ضدهم، لحد ما ظهر خيط جديد في القضية لما تاجر من المنطقة راح لرجال المباحث وحكى لهم. التاجر قال إنه اتصل بنبيل قبل الجريمة بيومين عشان يستلف منه 5000 جنيه. نبيل وافق، بس قال له إن الشروط اتغيرت وإن الفايدة بقت 100%، يعني أديك 5
ترجعهم 10. التاجر وافق لأنه كان مضطر، واتفق يروح لنبيل الساعة 8 بالليل. والتاجر راح فعلا، واتصل بنبيل الساعة 8 والساعة 9 برضه، ومحدش رد عليه. فالراجل افتكر إن نبيل رجع في كلامه وأخد بعضه ومشي. المعلومات دي خلت رجال الأمن يتأكدوا إن الجريمة حصلت ما بين الساعة 6 لغاية الساعة 8. وفي نفس الوقت وصلت معلومة تانية من مصدر سري لرجال المباحث. المعلومة كانت عن شخص اسمه صلاح، شغال تاجر طيور. صلاح ده دخل المستشفى الحكومي ليلة الجريمة الساعة 11 بالليل، وكان مصاب بجروح في ايده. صلاح قال للدكاترة انه كان بيقطع حاجة في المطبخ والسكينة عورته، فخيطوا له الجرح ومشي. رجال الأمن بدأوا يربطوا بقى ما بين إصابة صلاح وبين فصيلة الدم الغريبة اللي لقوها في شقة نبيل، وبدأوا يتحروا عن صلاح، وعرفوا إن كان مديون لنبيل وسدد فلوسه، لكنه بيمر بأزمة مالية كبيرة حاليا، وإنه فتح كذا مشروع وفشل. وعلى طول تم استدعاء صلاح لمقر المباحث عشان يسمعوا أقواله. صلاح كان باين عليه التوتر جدا لما شاف رجال الأمن فحصوا الجروح اللي في إيده، ولقوا إنها مش جروح عادية من آثار سكينة مطبخ، لكنها آثار عضة آدمية وجروح ناتجة عن صراع. على طول خدوا عينة من دم صلاح وبعتوها للمعمل الجنائي عشان يطبقوها بالدم اللي لقوه في مسرح الجريمة. النتيجة طلعت مطابقة تماما لفصيلة دم صلاح. هنا بقى يا باشا وجوب الحقيقة وبالأدلة اللي ضده. صلاح في البداية حاول ينكر، لكنه بعد فترة قصيرة انهار تماما واعترف بكل تفاصيل الجريمة. صلاح بدأ يحكي التفاصيل اللي حصلت يوم الجريمة بالظبط لرجال المباحث. هو كان محتاج مبلغ مالي ضروري جدا عشان يفك أزمته المالية اللي كانت بتزيد يوم عن يوم. فكر يروح لعم نبيل لأنه كان بيتعامل معاه قبل كده، وكان ملتزم معاه في السداد ومسدد كل اللي عليه قبل كده. اتفق مع نبيل في التليفون إن هياخد منه المبلغ اللي هو عايزه، والفايدة هتكون زي ما هما متعودين مع بعض. صلاح كان عارف تماما إن ده ربا وإنه حرام شرعا، بس فضل يقنع نفسه إنها هتكون مرة وآخر مرة عشان يخلص من الديون اللي عليه والمشاكل اللي محصرة في كل حتة. نيجي بقى ليوم الجريمة. صلاح راح لبيت عم نبيل في الميعاد اللي اتفقوا عليه، وهو الساعة 5 المغرب. خبط على الباب ونبيل فتح له ودخل الصالون بكل هدوء. نبيل قال لصلاح اقعد استناني شوية هخش اعمل كوبايتين شاي. وفعلا الراجل استناه شوية ونبيل جاب الشاي وقعدوا يشربوا مع بعض. وفي الوقت ده نبيل فاجئ صلاح بخبر خلاه يلطم. قال له ان في تاجر تاني اتصل بيه وعرض عليه ياخد مبلغ 5000 جنيه ويرجعهم 10,000 جنيه. وهنا نبيل قرر يطمع ويغير الاتفاق اللي عمله مع صلاح في آخر لحظة، وقال له إنه مش هيديله الفلوس بالفايدة القديمة، ولكن هيسلفه بالضعف، يعني تاخد 5 تدفع 10. صلاح في اللحظة دي حس إن الدنيا سودت في وشه، وحس إن نبيل بيستغله بشكل غير طبيعي. هو كان رايح لنبيل وفاكر إنه هيحل مشاكله، فجأة لقى نفسه قدام استغلال وضغط ملوش آخر. قعدوا يتخانقوا مع بعض والصوت عالي، ونبيل كان مصر على شروطه الجديدة. صلاح قال له ده استغلال وحرام مرضيش ربنا، وإنه مش هيقدر يسدد المبالغ دي كلها. بس نبيل ما كانش فارق معاه غير المكسب والفلوس بس. الخناقة اتطورت جدا، وصلاح فقد السيطرة على أعصابه بسبب الخنقة اللي هو فيها. نبيل لما لقى صلاح بيزعق قام وقف وجاب سكينة كانت قريبة منه عشان يحاول يخوف صلاح ويخليه يسكت ويخرج بره البيت. صلاح ما كانش في وعيه، هجم على نبيل ومسك ايده اللي فيها السكينة، وحصل ما بينهم صراع قوي جدا في الصالة. نبيل وهو بيقاوم السكينة جرحت صلاح في ايده جروح عميقة وكبيرة، والدم لما نزل من ايد صلاح خلاه يتنرفز اكتر ويفقد السيطرة تماما على تصرفاته. صلاح قدر يلف ايد نبيل
وياخد منه السكينة وبدأ يضربه بيها في أماكن متفرقة من جسمه بقوة شديدة. نبيل وقع على الأرض وهو بينزف من كل جسمه. صلاح ما كانش حاسس هو بيعمل ايه، وفضل يضرب في نبيل لغاية ما تأكد انه فارق الحياة تماما وما بقاش يتحرك. بعد ما نبيل توفى، الشيطان سيطر على صلاح وبدأ يدور في كل ركن في الشقة على الفلوس الكاش. دخل قلب أوضة النوم، قلب الدواليب ورمى كل الهدوم على الأرض. فضل يدور تحت السرير وفي الأدراج وفي كل حتة ممكن يكون فيها فلوس. هو كان عارف إن نبيل معاه فلوس كتير، بس ما كانش يتخيل إن نبيل مخبي كل الفلوس بتاعته جوه التلاجة اللي في المطبخ وسط الأكل. راحت عن باله الحتة دي. صلاح قعد يدور فترة طويلة وكان متوتر وخايف حد من الجيران يخش الشقة عليه، ولما ما لقاش الفلوس قرر انه يهرب بسرعة قبل ما حد يشوفه، واخد بعضه وخرج من الشقة وقفل الباب وراه وساب نبيل غرقان في دمه في الأرض. ومشي في الشارع وهو جسمه كله بيترعش وحاسس انه خسر كل حاجة في لحظة واحدة. الوجع في ايده كان شديد والجروح كانت بتنزف بغزارة ومحتاجة تدخل طبي، فقرر ياخد بعضه ويطلع على المستشفى عشان يخيط الجرح. وهناك ألف لهم قصة إنه عور نفسه بالسكينة أما كان في المطبخ عشان يبعد أي شبهة جنائية عن نفسه. الجريمة ديت بتعرفنا إن طريق الحرام دايما آخره سد ومفيش منه رجوع. نبيل اللي عاش سنين طويلة يجمع في فلوس الربا ويضغط على الناس الغلبانة كانت نهايته القتل على ايد واحد من اللي بيتعامل معاهم وبالسكينة بتاعته. وصلاح اللي فكر ان الربا هو اللي هيحل مشاكله المادية خسر دنيته واخرته وبقى قاتل ومصيره السجن وحبل المشنقة. الظلم نهايته دايرة على الكل، والفلوس اللي بتيجي من طريق مشبوه ما بيجيش من وراها غير الخراب والموت. في نهاية حلقتنا تفتكروا مين المسؤول أكتر عن النهاية السودة دي؟ نبيل اللي طمع واستغل حاجة الناس، ولا صلاح اللي ضعف وارتكب الجريمة البشعة ديت؟ استنى أشوف رأيكم في التعليقات اللي أنا بعشق قراءتها تعليق. وبكده وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أشوفكم إن شاء الله الحلقة القادمة. سلام.